الكون مليان أسرار. وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد، وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ملك الاتصالات والعقل كوكب عطارد، وعرفنا إنه بيأثر في طريقة تفكيرنا حسب مكانه في كل برج. وكنا اتكلمنا كمان عن الأبراج النارية وتأثير عطارد على طريقة تفكيرها. المرة دي هنتكلم عن عطارد في الأبراج الترابية، وهي الثور، العذراء، والجدي. لازم نعرف إن عطارد لما بيكون في الأبراج الترابية بيبقى فيه نقط مشتركة بين الثلاث أبراج، أهمها العملية والعقلانية في التفكير، وعشان هما واقعين لأقصى درجة وتفكيرهم منطقي، دي ميزة كبيرة فيهم. نبدأ كلامنا بعطارد لما بيكون في برج القوس. بيأثر على طريقة تفكيره ازاي؟ قولنا كده يا رشا. طريقة تفكير الثور في وجود عطارد عنده بيكون حكيم جدا ومنطقي، مش بيحب يقول حاجة إلا لما يكون متأكد منها، ويكره الفهلوة والعالم اللي بتفتي في أي حاجة وهم مش فاهمينها. هو كده زي بقية الأبراج الترابية، تفكيره منطقي وعنده طولة بال جامدة قوي لما بيتعامل مع الناس اللي حواليه. كمان على فكرة هو محب للفنون جدا، وبيعبر عن اللي جواه بالفن بكل أشكاله. نفهم من كده إنه بيتعامل بالفن بطريقة غير مباشرة، بعيدا عن الجدية اللي بتميز شخصيته. صح فعلا. ندخل بقى على عطارد في العذراء، ولازم نأكد إن البرج ده عقلاني بطبيعته، منظم قوي في طريقة تفكيره. تفتكري لما عطارد يبقى عنده هيحصل إيه؟ ده على كده بقى مش بيفهمها وهي طايرة، ده بيفهمها من قبل ما تفكر تطير. بيفكرني برامي كشوع في فيلم بطل من ورق، فاكراه؟ كان كل ما يكتب حاجة بيفكر فيها المجرم كانت بتحصل. وده اللي بنقوله عن برج العذراء، إنه تحليله دايما بيطلع صح. أيوة فعلا، رامي كشوع صح. وكمان هو عينيه عاملة زي الصقر، لماح قوي بدرجة محدش يتخيلها. قوة ملاحظته لأدق التفاصيل تخلي الناس تستعجب. وعشان بيدور على المثالية والكمال، مفيش حاجة بتعجبه، ودايما بينتقد كل شيء حواليه، ولازم يعمل كل حاجة بإيده لأنه منظم قوي ومرتب لدرجة تخوف، وكمان موسوس جدا وبالذات في النظافة. وعشان عطارد أصلا حاكم العذراء وهو بيته الأساسي، فالبديهي برج العذراء هو أكتر برج بيعبر عن كوكب عطارد، كأنه صفاته كده كأنه كوبي بيست. يلا بينا بقى ندخل على الزعيم، صاحب الريادة، أبو القيادة، اللوسطة بتاع الأبراج، برج الجدي. طبعا ده البوس الكبير اللي لازم يمسك كل حاجة في ايديه، وبيتحكم في زمام الأمور، ما يسيبش ناموسة تعدي من جنبه من غير ما تاخد إذن. ده غير انه واقعي جدا ومنطقي بزيادة، لانه برج ترابي، ولازم نديله حقه ونقول انه صبور وطموح ومثابر جدا، ومفيش حاجة تقدر تقف قصاده. لما يحط حاجة في دماغه لازم يعملها، ويفضل يعافر ويعافر ويعافر لحد ما يوصل لها، وشطب كلمة مستحيل من قاموس حياته للأبد. بيحترم العادات والتقاليد جدا، وكمان بيقدر الشخصيات اللي بيتعامل معاها، وعنده مرونة كبيرة في التعامل وفي استيعاب الناس وتقبلهم مهما اختلفوا معاه، ودي ميزة كبيرة جدا موجودة في أصحاب برج الجدي. أكتر حد بيختار الوقت المناسب لكل حاجة، سواء في القرارات أو المشاريع، وكمان في علاقته بالناس. جد جدا، ما بيحبش خلط الهزار بالجد، دمه خفيف شربات ومزاجه عالي، بس وقت الخناق خد لك ساتر هيحدفك بأي حاجة تيجي في ايده. يا ساتر يا رب، ربنا يحفظنا. كده احنا خلصنا كلام عن عطارد في الأبراج الترابية، والحلقة الجاية هنكمل المسيرة. استنونا الحلقة الجاية، هتوحشونا.